السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. باركولي بقى. انا اخيرا جبت الاير فراير، اخيرا جبتها. عايزه اقول لكم، انا كنت في الرايحه والجايه قاعده اتحايل على علي، عايزه الاير فراير، عايزه الاير فراير، اتفرج على فيديوهات، اجيب صور، ادخل اعمل سيرش عن الاير فراير وانواع الاير فراير. فبصراحه كنت مغلباه. ولو تفتكروا في رمضان الاعلان اللي كان بيجي بتاع روبي، وكانت مين معاها؟ اسمها إيه؟ الشربيني دي، والله ما انا فاكره اسمها إيه الشربيني. المهم اللي هي كان متجوزه عمرو دياب، اللي انا اعرفه انها كان متجوزه عمرو دياب. المهم الاعلان ده كان بيجي وبيقولوا ان هم يكسبوا 3 اجهزه كهربائيه ومش عارف ايه، وجاوبوا. فكنت بصراحه بجاوب على اساس عندي امل ان انا هكسب. الحمد لله يعني ما كسبناش. اكسب. وكنت دايما ادعو يا رب اكسب الاير فراير، يا رب اكسب الاير فراير. كان هدفي ان انا اكسب الاير فراير. فالحمد لله يعني ربنا كتبها لي ان انا اجيب الاير فراير. بعد العيد على طول. جبتها بعد العيد بتاع اسبوعين كده تقريبا. الحمد لله جبتها، يعني جبتها فريش زي ما انتم شايفين. فريش 7 لتر. الوات بقى والله ما فاكره بكام، وما تسالونيش على سعرها لاني برضو مش فاكره بكام. او معنى اصح اللي خلص الموضوع علي. في اليوم ده عملها لي مفاجأة، لقيته بيقول انا كلمت الراجل عشان هيجيب لنا الاير فراير. فقلت له طيب ماشي، وكنت فرحانة طبعا، بس ما فرحتش الا لما شفتها ومسكتها بايديا. عايزه اقول لكم في الوقت اللي كان جايه فيه كانت الكهرباء قطعه، وكنت بصوا على نار على نار عشان افتحها واجربها واعمل فيها اي حاجه. اول حاجه طبعا عملتها فيها كانت اللي هي متاحه عندي في الوقت ده، كانت البطاطس. وانبهرنا انبهرنا انبهار تام بجد. اللي ما جابش الاير فراير ده فاتوا كتير فاتوا كتير فاتوا كتير. هي دي بقى كده الاير فراير بتاعتنا. عايزه اقول لكم الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بصمه ايدي، انا لسه شايفاها دلوقتي في الكاميرا. تعالوا نفتحها. انا هقفل الكشاف لاني الكشاف ده مش عارفه، يعني حاسه ان هو مبينني مش عارفه. المهم ايه، بسم الله. افتحها. وفتحتها. طبعا الاير فراير بتاعتي مش بحلتين، دايما بتبقى بحله كده، والشبكه بتاعتها بتبقى بحله. لا انا دي جايه حله واحده وشبكه زي ما انتم شايفين كده اهي. شبكه بتطلع، بس انا خايفه عشان ايه هي بتطلع بتروح وبتيجي اهي زي ما انتم شايفين بتطلع معايا. بمسكها من المقبض بتاعها ده وبتطلع. زي ما انتم شايفين. دي بقى ايه كان فرحتي بالاير فراير. وعملت فيها شوية حاجات كده بسيطة. هي عبارة عن صور، هوريكم بقى الصور بتاعتها دلوقتي. وكمان هتكلم معاكم كده في شوية حاجات تفاصيل الصورة يعني. وان شاء الله بعد كده هبتدي واحدة واحدة اعمل معاكم الوصفة كاملة من اول طبخها لحد لما اقليها في القلاية بتاعتنا. تعالوا بقى نخش ونشوف الصور والاكلات اللي انا عملتها لحد الان في القلاية او الاير فراير بتاعتنا فريش. البداية بقى اول ما جبتها، طبعا اول حاجة عملتها فيها كانت البطاطس المحمرة. رحت مقشرة بطاطستين كده في السريع ورحت حطاها على طول. طبعا عملتها ازاي؟ حطيتها في شوية زيت كده، حطيت عليها شوية زيت وقلبتهم في بعض كده وحطيتها في قلب القلاية على طول. طبعا الطريقة بقى والتفاصيل ان شاء الله هبقى اعملها معاكم في فيديوهات كتير باذن الله. كل حاجة هعملها فيها ان شاء الله هنزل لكم طريقتها وازاي استوت معايا، واللي نجحت معايا واللي ما نجحتش معايا. ان شاء الله كل حاجة هوريها لكم بالتفصيل باذن الله. بصوا، وفرت لي زيت بطريقة غير معقولة. تعالوا بقى للبتنجان. البتنجان والمسقعة والحاجات اللي هي اصلها الزيوت. طبعا في الاير فراير فرق تاني خالص. بصوا شكل البتنجان كان عامل ازاي. ولا دي بقى اللي ابهرتني بطريقة غير معقولة، الفراخ المشوية. عملت فيها الفراخ المشوية وطلعت وهم بصراحة، وكمان ما تفرقش حاجة عن الفراخ المشوية على الفحم. بالاخص بقى بعد ما استوت رحت حاطه لها حته الفحمايه وكتمتها بيها، كانت بالظبط بالظبط زيها زي الشوايه بالظبط.
ما فرقتش حاجه عنها. مش ما تقوليش فرن خالص، لا لا لا، بعيد عن الفرن خالص. وكمان اللي كان بياخد مني كل ما اجي اقول هعمل قرنبيط ياخد مني ازازه زيت، وفر معايا زيت بطريقه غير معقوله، وخفيف وطري ومقرمش في نفس الوقت، وكان مستوي، وكان حاجه كده يا جماعه ايه، وهم. طبعا انا كنت مخزناه. وكمان عملت معاه البطاطس البانيه زي ما انتوا شايفين. الاكله دي كنت لازم اكون عامله حسابي على ازازه زيت ليها، لان لازم بعمل قرنبيط بطاطس بتنجان. كنت عامله كميه كبيره ما شاء الله، بطاطس وقرنبيط. فكان يعني بصراحه ابهرني طريقته، طلع جميل جدا. بصوا الكميه وبصوا لونه، كنت مبهوره بيه بصراحه. كل اللي كل منه عجبه، وقال ان هو خفيف مفيش زيوت، مش تقيل على القلب كده، وكمان طعمه حلو. الشيبسي بقى، الشيبسي عملته بطريقتين. اول طريقه طلع معايا مش حلو خالص ومش مقبول خالص، كان عامل زي الرقاق، تحس ان انت بتاكلي رقاق ناشف. تاني مره بقى عملته بطريقه برضه هبقول لكم تفاصيلها. ادي نتيجته بعد ما عملته، بصوا عامل ازاي. طبعا زي ما انا قلت لك كل حاجه هعملها ان شاء الله معاكم بالتفصيل باذن الله. طبعا دي كانت كل دي تجارب، فكنت كل ما اعمل حاجه اصورها، والحاجه اللي ما بتنفعش معايا مره بعملها تاني مره. طبعا اللي بينفع معايا بصوره، اللي ما بينفعش ما بصوروش بصراحه. بصوا عامل ازاي الشيبسي، كان شيبسي بجد، تحس انت يعني تاكلي شيبسي مقلي في الزيت. والحاجه كمان برضو اللي كان عليها يعني بين وبين لا اعملها ما اعملهاش، والاخر رحت عاملاها، المكرونه. حمرت فيها المكرونه وزي ما انتم شايفين طلع لونها عامل ازاي. وكمان الفلفل، برضو الفلفل من الحاجات اللي بنحبها باستمرار، تبقى على سفرة الفطار مع الفول والطعمية والبتنجان طبعا. تعالوا بقى للحاجة اللي مش عارفة اوصلها الطريقة لحد دلوقتي. الطعمية عملتها بطريقتين. اول مرة كان بالطريقة المعتادة للطعمية القراص العادية. تاني مرة قلت بقى اعملها بالخضار والفلفل والطماطم، واعملها نظام عجة. حطيتها كلها كده في قلب الحله بتاعه الاير فراير، وطبعا ما عرفتش اقلبها، فاضطريت ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين كده. طلعت معايا كده اشكال خزعبليه كده، ما اعرفش جت منين. طبعا عملتها قبل كده في الطعميه العاديه بتاعتنا، الاقراص الطعميه بتاعتنا برضو ما طلعتش طعميه، يعني الطعم طعم طعميه بس مش اللي هو اللي احنا واخدين عليه. تحس ان هي مكتومه، مش نافشه كده، وكمان فيها قرمشة. بس لما كانت بتقعد بتبرد شوية بتهدى، طبعا بتبقى طرية. انا عن نفسي كتجربة المرة دي عجبتني عن المرة الاولانية. الخضار مطريها كده وايه، ومخليها نافشة شوية عن اول مرة عملتها من غير الخضار. وكمان طعمها عجبني عن التانية. هنا بقى العيش، برضو في تحميص العيش حاجة تانية خالص خالص خالص. تحميص العيش فيها بيدي للعيش طعم، يعني انا بحس كده ان العيش ليه طعم تاني خالص غير تحميصة الفرن او تحميصة البوتاجاز. وده برضو العيش البلدي بتاعنا، الاولاني كان عيش شامي، انما ده عيش بلدي. اللي بيفيد مني دلوقتي بقيت احمصه في قلب الاير فراير. مثلا عيل كل فاض منه لقمه بتاع، بروح محمصاه، بيرجعوا ياكلوه كده زي سناك كده، بيبقى حلو. لان هو زي ما قلت لك هي بتعمل طعم كده في العيش، سبحان الله، مش عارفه يعني، حاجه غريبه يعني. هنا بقى كانت كفته فراخ، وعملت فيها برضو كفته بطاطس بس ما كنتش مصوراها للاسف، نسيت اصورها. دي كفته كنت ناويه اشويها، بس قلت هعملها نظام بانيه، فراخ بانيه يعني بتاع ده، كفته بانيه. الجزء الاولاني اللي شفتوه كان محطوط له زيت، انما الجزء ده كان من غير زيت. برش زيت بسيط يعني. ان شاء الله هبقى اعمل لكم الطريقه بالتفصيل باذن الله. ده برضو كان من غير زيت، من غير زيت خالص نهائي، ما كنتش حاطه لها زيت خالص. بوريكم الفرق، بصوا عامل ازاي.
لا بجد بصراحة ابهرتني 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 من هنا للصبح، وما ندمتش خالص لحد الان ان انا جبتها. الحمد لله. هي بس الحاجة الوحيدة اللي شوية الطعمية، وان شاء الله هوصل لحل ليها. وكمان ان هي يعني عيبها ان هي بتاخد وقت، بتاخد وقت في التسوية يعني. بس كفاية ان هي خفيفة.